السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. معكم مستر رامي الباشا. مع بعضنا إن شاء الله. ولو في أي استفسارات ممكن حضرتك تبعت لي على رقم الواتس، رقم الظاهر على الشاشة، أو تسيب تعليق في أي سؤال تكون محتاجه، وإن شاء الله هنرد على الأسئلة. ويلا نبدأ كده مع بعضينا مع درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على درس جديد، هو حل معادلة الدرجة التانية في مجهول واحد. ايه معادلة الدرجة التانية دهيت؟ اللي معادلة الدرجة التانية دهيت اللي احنا عارفين اللي يكون فيها س أس اتنين. س أس اتنين دي ممكن يكون قدامها رقم، اللي أي رقم ما يفرقش معانا، وبيكون فيها س. قال لي السين دهيت تكون موجودة أو مش موجودة متفرقش، أهم حاجة يكون المعادلة اللي من الدرجة التانية فيها س أس اتنين. قال لي ويكون في رقم قاعد لوحده أو مفيش عندي أي مشكلة، وتكون المعادلة دهيت معادلة صفرية. المنظر ده احنا بنسميه الصورة العامة. الصورة العامة لمعادلة الدرجة التانية. يعني أي معادلة من الدرجة التانية، يعني أي معادلة من الدرجة التانية، يعني أي معادلة يكون فيها س أس اتنين، تمام، لازم تكون موجودة على المنظر ده. طبعا الكلام ده ما هواش جديد بالنسبة لنا، احنا شفناه قبل كده أو شفته قبل كده في سنة تالتة إعدادي، ودلوقتي بالنسبة لنا في سنة أولى ثانوي بناخد الكلام ده تاني عشان هندرسه بتوسع شوية. يبقى معادلة الدرجة التانية اللي هي دي كده الصورة العامة بتاعتها، يعني عشان أقدر أشتغل مع معادلة الدرجة التانية ما أقدرش أمد إيدي فيها أعمل معاها أي حاجة، سواء كنت هحلها أو هعمل حاجات تانية زي في الدروس اللي جاية هجيب الجذرين أو هجيب مجموع الجذرين أو حاصل ضرب الجذرين أو هعمل معاها أي شغل. قال لي لازم تكون المعادلة موجودة في الصورة العامة. دي الصورة العامة بتاعت معادلة الدرجة التانية. قال لي طيب مثال، يعني مثلا بتكون زي كده، مثلا ادي معادلة زي س أس اتنين مثلا ناقص خمسة س زائد ستة، الكلام ده بيساوي صفر. دي كده اسمها معادلة من الدرجة الايه التانية، طبعا عرفناها عشان موجود فيها س أس كام؟ أس اتنين. مادام المعادلة فيها س أس اتنين تبقى دي اسمها معادلة من الدرجة التانية. طب المعادلة اللي من الدرجة التانية ديت عايزين نعرف ازاي بنحلها. قال لي المعادلة دهيت عشان نحلها بنحلها بطريقتين، يا إما بنحلها الطريقة دي جبرية، يا إما بنحلها بطريقة بيانية. قال لي عشان نحل معادلة الدرجة التانية فاحنا قدامنا خيارين، يا إما بنحلها بطريقة جبرية يا إما بنحلها بطريقة بيانية. قلت له طيب ازاي بنحلها جبريا وازاي بنحلها بيانيا؟ قال لي الحل الجبري عندنا منه نوعين. النوعين احنا كنا درسناهم قبل كده، يا اما بنحلها جبريا باستخدام التحليل، يا اما بنحلها جبريا باستخدام القانون العام. والاتنين دولت احنا كنا درسناهم قبل كده، بس هنشوفهم تاني عشان نتعرف عليهم عشان بس يهمونا. طيب ازاي بنحللها بالتحليل؟ تعال نشوف كده ازاي بنحللها بالتحليل. اهم حاجة ان انا المسألة لازم تكون تنفع تتحلل، لان في مسائل انا مش هعرف احللها، وبالتالي هم عملوا الطريقة التانية اللي هي القانون العام. يعني طريقة الحل بالتحليل دي ما تمشيش معايا على كل المسائل، فالمسائل اللي ما تمشيش بالتحليل اللي مش هعرف احللها بنحللها باستخدام القانون العام. قال لي طيب ازاي بنحلها باستخدام التحليل، او يعني ايه ان احنا بنعمل تحليل او بنعمل تحليل ليه؟ قال لي طبعا احنا عارفين ان التحليل غرضه ان هو بيفك الدرجة، يعني بدل ما هي
موجودة عندنا س أس 2 دي معادلة من الدرجة التانية، احنا بنفكها بالتحليل ان احنا بنحولها من معادلة واحدة من الدرجة التانية ان احنا نخليها معادلتين كل واحدة فيهم من الدرجة الاولى باستخدام التحليل. قال لي طيب، ويا ريت كده نشوف كده كنا فاكرين بنعمل ازاي التحليل. هتقولي ده ايه، عبارة عن ايه؟ مقدار ايه؟ ثلاثي. قال له المقدار الثلاثي لما بنيجي نحلله بنفتح له قوسين هتقولي س أس 2 هنفكها لس وس، والستة عايز نفكها لحاصل ضرب رقمين يكون مجموعهم يديني اللي في النص اللي هو الخمسة، هتقولي تتفك لاتنين وايه وتلاتة، والإشارات هتقولي الإشارات مالها متشابهة شبه اللي في النص. دي كده طريقة تحليل المقدار الايه الثلاثي. وطبعا احنا المقدار الثلاثي ده ممكن نحلله باستخدام الآلة، وفي عندنا درس ازاي نحلل باستخدام الآلة، ممكن لو انت حابب ان انت تشوفه تراجعه في الدروس المشروحة عندك ازاي تحلل باستخدام الآلة. المهم ما علينا ان احنا بمجرد ما حللنا كده ايه اللي حصل؟ قال لي بدل ما كان عندي المعادلة واحدة من الدرجة التانية اتفكوا بقوا معادلتين كل واحدة فيهم من الدرجة الأولى. قال لي بنحل كل واحدة لوحدها، يبقى ده فايدة التحليل. قلت له خلاص بنعمل ايه؟ بقول له يبقى السين ناقص اتنين دي هنساويها بالصفر، وهتقول لي هنودي الاتنين هناك بعكس الايه الإشارة، يبقى السين هتساوي اتنين. وهنا هتقول لي س ناقص تلاتة بتساوي صفر، دي معادلة تانية هنودي التلاتة هناك برضو بعكس الايه الإشارة، يبقى السين هتساوي كام؟ تلاتة. يبقى السين طلعت باتنين وطلعت بكام؟ بتلاتة. يبقى واحنا بنحل في مجموعة الأعداد الحقيقية فهقول له مجموعة الحل يبقى الاتنين والكام والتلاتة. قال لي طب دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها في الحل اللي هي طريقة التحليل، ودي طريقة جبرية وما تنفعش معانا في كل المسائل. طب لو كانت المسألة ما تنفعش تتحلل، قال لي لو كانت المسألة ما تنفعش تتحلل هنحلها باستخدام القانون العام. القانون العام ده نفتكره كده كنا أخدناه أيام زمان. إيه هو؟ سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي لب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. طيب ومين الألف والب والجيم دولت؟ فاكرينهم؟ الألف ده اللي كان الرقم اللي قدام س أس 2، والب ده اللي هو الرقم اللي قدام س، والجيم ده الرقم اللي قاعد لوحده. ولازم تكون المعادلة بتاعتي مرصوصة بالمنظر ده، لأن لو ما كانتش مرصوصة بالمنظر ده مش هتعرف تطلع الألف والب والجيم. يعني لازم تكون المعادلة بتاعتي في الصورة العامة، عشان شرط أساسي إن أنا ما أقدرش أشتغل في أي معادلة من الدرجة التانية إلا غير لما تكون في الصورة العامة. هتقولي ما أنا بمجرد ما حطيتها في الصورة العامة هتقولي خلاص يبقى بالنسبة لي أنا كده قدرت أطلع الألف اللي هي الرقم اللي قدام السين أس 2 اللي هو هنا بالنسبة لنا كام؟ 1. والب الرقم اللي قدام السين اللي هو بالنسبة لنا عندنا السالب كام؟ 5. والجيم اللي هو الرقم اللي قاعد لوحده اللي هو بالنسبة لنا كده كام؟ ال6. تمام؟ قال لي وهناخده دلوقتي كده أمثلة ونشوفوا ازاي نحل المعادلة باستخدام القانون العام، عشان احنا القانون ده هنشتغل فيه كتير قوي وهنقطعه حتت وهنستخدمه وهنشوف فيه حاجات كتيرة قوي. فالقانون ده بالنسبة لنا هو مهم جدا عشان ده هنشتغل عليه حاجات كتير. طيب ده بالنسبة للحل الجبري، يبقى احنا عندنا طريقتين للحل الجبري. طب نيجي بقى للحل البياني. الحل البياني ده كنا برضو درسته في سنة تالتة إعدادي. قال لي إزاي؟ كنا بناخد المعادلة اللي من الدرجة التانية دهيت ونحولها لدالة، يعني بنخليها دال س، يعني بنخليها دالة. تمام؟ ونخلي المعادلة بتاعتنا في صورة دالة، يعني بدل ما كانت المعادلة بتساوي صفر هنخليها بتساوي دال س. قال لي طيب يبقى احنا معنى كده ان احنا عملنا ايه؟
شلنا الصفر ده وحطينا مطرحه كلمة دال ايه؟ دال س. تمام؟ قال لي الله، طب وده هيفرق معانا في ايه؟ يعني انت كده حولتها من معادلة حولتها لايه؟ لدالة. قال لي اه، ما احنا عارفين ان دي دالة من الدرجة التانية، واحنا عارفين ان الدالة من الدرجة التانية بتتمثل على شكل، تمام، على شكل منحنى. ولو في حد مش عارف ازاي بنمثل معادلة الدرجة التانية، تمام، هيبص يرجع على الدرس بتاع التمثيل البياني لمعادلة الدرجة التانية، هتعرف ازاي بتترسم. وزي ما قلنا او زي ما احنا فاكرين ان الدالة ديت كانت بترسم على شكل حرف يو، يا اما بتكون عبارة عن يو مرسومة باصة لفوق كده، او المنحنى مفتوح لايه؟ لاعلى، يا اما يو منحنى مفتوح لاسفل. وطبعا يهمنا ان احنا نفتكر الحاجات دهيت. امتى يكون المنحنى مفتوح لاعلى؟ المنحنى يكون مفتوح لأعلى لما يكون الرقم اللي قدام السين أس 2 اللي هو الألف دهوت يكون رقم موجب، والمنحنى بيكون مفتوح لأسفل لما يكون الألف اللي هي الرقم اللي قدام س أس 2 ده يكون رقم إيه؟ سالب. يعني معنى كده إن أنا أقدر قبل ما أرسم الرسمة، بمجرد ما أشوف الرقم بتاع الألف دهوت إذا كان موجب ولا سالب، أقدر أعرف إذا كان المنحنى بتاعي هيترسم يول فوق ولا يول تحت. قال لي طب بعد ما رسمنا الدالة هعرف ازاي اجيب الحل بتاعي، او هعرف ازاي اجيب مجموعة الحل اللي انا وصلت لها هنا دهيت، ازاي هعرف اجيبها بتاعت المعادلة دهيت من الرسم البياني. قال لي اه، هو انت خلي بالك، خلي بالك قوي من المعلومة دهيت. انت لما جيت حولتها للدالة شلت الصفر وحطيت مطرحه كلمة دال س. دال س دي اللي هي بالنسبة لنا هي عبارة عن مين؟ اه، ده السين دي اللي هي بتحل محل الصاد. قلت له اه، يعني معنى كده ان انت حطيت الصاد بكام؟ بصفر. مين اللي الصاد بصفر بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا في الرسم البياني اللي الصاد بصفر هو بالنسبة لنا دي معادلة محور السينات. يعني معنى الكلام ده هو ان انت لما هتيجي ترسم المحورين بتوعنا، تمام، هترسم محور السينات، نغير اللون عشان تبقى واضحة. اما تيجي ترسم محور السينات وتيجي ترسم محور الصادات، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الرسمة بتاعتك قطعت محور السينات مرتين. هنا في الحالة ده هي تقول لي اشمعنى قطعته مرتين؟ قال لي عشان المعادلة دي كان ليها إجابتين. قلت له يعني هتلاقي المنحنى ده قطع محور السينات مرة عند الرقم 2، هتلاقي قطعت محور السينات مرة عند الرقم 2 ومرة تانية عند الرقم 3. اشمعنى؟ قال لي نقط التقاطع مع محور السينات هي بالنسبة لنا هتكون مجموعة الحل. قال لي يبقى احنا مجموعة الحل ازاي بنجيبها بيانيا؟ ان احنا بنحول المعادلة بتاعتنا اللي هي كانت موجودة عندي، المعادلة اللي هي س أس 2 ناقص 5 س، دي بنحولها لدالة. يعني بقول له يعني د س بتساوي س أس 2 ناقص 5 س زائد كام؟ زائد 6. تمام؟ قال لي بعد كده انت بتعمل ايه؟ بتمثل الدالة دهيت، بتمثل الدالة دهيت بياني، بتمثلها بياني راجع الرسم البياني. لما هتيجي ترسم الدالة دي بياني هتبص تلاقي المنحنى دوت قطع محور السينات عند الرقم 2 وعند الرقم كام؟ 3. يبقى مجموعة الحل بتاعتك 2 و3. يبقى مجموعة الحل في البياني هي نقط التقاطع مع محور السينات. اشمعنى نقط التقاطع مع محور السينات؟ يعني المنحنى ده مثلا ما هيقطع محور الصادات لما يطول، هيقطع محور الصادات. طب ليه ما خدناش نقطة تقاطع مع محور الصادات؟ عشان احنا شلنا كلمة د س وشلنا الصفر وحطينا مطرحه كلمة ايه؟ د س. يبقى معنى كده ان الصاد عندنا اللي هي د س دي، الصاد بقت بايه؟ بصفر. والصاد بصفر دي معادلة محور السينات. عشان كده احنا بنجيب
نقط التقاطع مع محور السينات. يبقى احنا نخلي بالنا من المعلومة دي كويس، إن مجموعة الحل هي نقط التقاطع البياني، هي نقط التقاطع مع محور مين؟ السينات. عشان الحاجات ديت طبعا بيجي لنا عليها أسئلة في النظام الجديد، إن هو ممكن يجيب لي يجي يقول لي المنحنى يمر مثلا، ما يجيبليش رسمة خالص ولا يجي أي حاجة، ويجي يقول لي مثلا إن منحنى الدالة، تمام، قال لي إن منحنى الدالة بيمر بالنقطة 2 و0 والنقطة 3 و0، ويديني كمان نقطتين من على المحور، ويجي يقول لي هات مجموعة الحل. أعرف إزاي إن النقط دي بتمثل مجموعة الحل أو الأزواج المرتبة اللي يعني مثلا بالنسبة لنا ممكن يجي لنا سؤال زي كده شوفني أنا فاهم وأنا مش فاهم. يجي يقول لي إيه؟ يجي يقول لي مثلا منحنى الدالة التربيعية بيمر بالنقط 2 و0 و0 و6 و3 و0، عايز يعرف مجموعة الحل. هنا في السؤال ده هو عايز يعرف أنا فاهم يعني إيه معنى كلمة مجموعة الحل ولا لأ. فاهم إن مجموعة الحل هي نقطة التقاطع مع محور السينات؟ قلت له آه. هل فاهم إن النقط اللي على محور السينات هيكون شكلها عامل إيه؟ يعني هيكون الزوج المرتب هيكون عبارة عن رقمه إيه وصفر؟ اللي من هنا أقدر أعرف مين النقط اللي هو قطع فيها محور السينات. يبقى هو قطع محور السينات عند 2 و0، وقطع محور السينات عند 3 و0، لكن 0 و6 دي نقطة تقاطع مع محور الايه؟ الصادات. قال لي وممكن يديني أي نقط تانية، المهم إن أنا أعرف إن مجموعة الحل هي الأزواج المرتبة، السينات بتاعت الأزواج المرتبة اللي هيكون الصاد بتاعتها بإيه؟ بصفر. يعني هنا بالنسبة لي هقول له يبقى مجموعة الحل الرقم هنا ده والرقم ده. اشمعنى دولت؟ عشان دولت اللي كان الصاد بتاعتهم بايه؟ بصفر، يبقى مجموعة الحل 2 و3. قال لي طب يبقى احنا دلوقتي كده عرفنا ازاي بنحل معادلة الدرجة التانية، سواء جبريا باستخدام التحليل او بالقانون العام، وبيانيا باستخدام ان احنا بنرسم الدالة ونجيب نقط التقاطع مع محور الايه؟ السينات. طيب تعالى بقى كده هنشوف كده بقى الأمثلة على الكلام ده، ازاي نحل معادلة باستخدام القانون العام. طبعا الرسم البياني ما عندناش فيه مشكلة، لأن احنا مش هيجيلنا مسألة رسم بياني إن احنا نجيب منها مجموعة الحل ونرسم زي مثلا لما كنت أخدت في سنة تالتة إعدادي. لا، هو هيسأل بس في الفنيات دهيت، هل أنت فاهم المنحنى بيبقى شكله عامل ازاي لما تكون الألف موجب أو الألف سالب؟ هل المنحنى دوت بتعرف ازاي تجيب مجموعة الحل اللي هي نقطة التقاطع مع محور السينات ولا لأ؟ يعني ممكن مثلا يجي يرسم لي رسمة كده اهوت، ويجي يعمل لي كده، ويجي يقول لي مثلا مجموعة الحل هنا، مثلا يجي يقول لي الرقم 2، وهنا يجي يقول لي مثلا الرقم 4، ويجي يقول لي يا ترى في الرسم ديت مجموعة الحل بكام؟ هل مجموعة الحل ب2 و4 ولا ب2 بس ولا ب4 بس ولا ايه؟ لازم اكون انا فاهم ان هو مجموعة الحل هي نقط التقاطع مع محور مين؟ السينات. هو هنا قطع من محور السينات، او مش بنقول ان هو قطع، هو لمس محور الايه؟ السينات. يبقى عندنا اجابة ايه؟ واحدة. طيب في معلومة تانية عايزين نأكد عليها. ايه المعلومة اللي عايزين نأكد عليها؟ قال لي احنا كنا بنسمي الاول الحل بتاع معادلة الدرجة التانية نقول له مجموعة الحل كذا وكذا. احنا السنة دي بقى كبرنا شوية يعني. قال لي اصل الحلين دولت هنسميهم مش حلين، هنسميهم جذري المعادلة. هنسميهم ايه؟ جذري الايه؟ المعادلة. قلت له طب هم ليه سموهم جذري المعادلة؟ قالوا هم سموهم جذري المعادلة بسبب ده الأصلي، يعني هو ده اللي بيحل معادلة الدرجة التانية. فاحنا عشان نحل المعادلة هنا بنعوض في القانون العام، والقانون العام ده بيكون فيه جذر تربيعي، والجذر التربيعي بيكون بالموجب والايه؟ والسالب. فعشان كده اللي بيطلع الحلين عندي هو الموجب والسالب بتاعت الجذر التربيعي. فعشان كده الحلين بتوعنا بنسموهم جذري الايه؟ المعادلة. يعني احنا دلوقتي هنسمع كلمة جديدة، يعني دولت بدل ما نقول عليهم مجموعة الحل، ممكن الراجل يسألني بدل ما يقول لي مجموعة الحل يجي يقول لي اوجد جذري الايه؟
المعادلة. أول لما أسمع كلمة جذري المعادلة أنا أعرف إن هو عايز الحلين. أقول له جذري المعادلة هما مين؟ أقول له هما 2 وكام؟ و3. تمام؟ قال لي يا ترى أحطهم في قوس مجموعة؟ اوعى ما تحطهمش في قوس مجموعة طبعا. اشمعنى؟ قوس مجموعة ده هو لما بيجي يسألك هيقول لك عايز ايه؟ مجموعة الحل. مجموعة الحل احنا بنحط قوس مجموعة عشان كلمة مجموعة الحل. لكن لما اجي اقول لك هات جذري المعادلة يعني انا عايز الحلول، ما قلتلكش هات مجموعة الحل فتقول لي الحلين بس. جذري المعادلة يعني انا عايز الحلين، فهو هتحطهم في قوس ايه؟ في قوس مجموعة. بحط في قوس مجموعة دي لما انطق كلمة مجموعة الايه؟ الحل. طيب يلا كده نشوف كده بقى أمثلة مع بعضينا عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي ونحل كده عليها ونتكلم في الموضوع دوت عشان مهم بالنسبة لنا ازاي